اللاعب المغربي زكريا بوخلال محارب من طرف فرنسا. خليكم مع الفيديو باش تفهموا شنو واقع. فرنسا ولات كتصرف الحسابات السياسيه ديالها مع المغرب عن طريق المشاهير المغربيه، انها كتشوه السمعه ديالهم، كتلفق لهم تهم، كتبغي تاخذ منهم الفلوس. كلشي كيعرف شنو طرا لسعد المجرد، اشرف حكيمي وحاليا بوخلال. ما كاينش اللي ما كيعرفش بوخلال والاخلاق اللي يتميز بها والصوره الزوينه اللي كيعطيها على الشاب المغربي والمسلم. اللاعب بوخلال في كل مره سمحت ليه الفرصه كيعتز بالاسلام ديالو، وكيبين لا في صور ولا فيديوهات كينشرهم انه كيطبق داكشي اللي كتقول عليه الشريعه الاسلاميه. عنده فيديوهات كيقرا فيهم القران، صور من انهم مشى ادى العمره. ففرنسا لقات هذا الجانب منين ندخل ليه وتلفق ليه تهم. ما كاينش اللي ما كيعرفش فرنسا والمواقف المعاديه ديالها للاسلام، وديما هي السباقه للاساءه والترويج ضد الاسلام. غادي تسائلوا علاش كنجبد هذا الشيء، خليكم معايا غادي تعرفوا علاش. زكريا كيلعب في فرنسا مع فريق تولوز، ومؤخرا رفض انه يشارك في واحد الماتش على ود كانوا دايرين حمله اعلانيه داعمه للشعار ديال المثليه اللي كانت من قبل كتعتبر من طرف الدول الغربيه اللي دابا كتدافع عليها على انها مرض نفسي وخاص المعالجه منه. فالنهار ما بقاتش كتعتبر انها مرض نفسي، فهو المثليه نعتبروه يوم عالمي للافتخار بالمثليه، ورجعوا كيخرجوا الشارع وكيحتفلوا بداك النهار. بما ان دابا الدول كامله كتروج للمثليه وباغينها ترجع شيء عادي، فاختاروا الكره لان عارفينها كتجمع العالم، وكيركزوا على انهم يدوزوا هذه الرسالات عن طريق الكره. ولكن على عكس باقي الدول اللي كتخليها حاجه اختياريه بالنسبه للعابه، فرنسا كتفرضها على اللعابه ديالها، وإلا امتنعوا كيتعاقبوا. فعند فرنسا ضروري خاصك تلبس التوني اللي فيه الالوان ولا الشعار ديال المثليه. الحاجه اللي ما كتماشاش مع المعتقدات ديال زكريا بوخلال، فهو رفض انه يرتدي هذاك القميص، ودار واحد التصريح قال فيه انا كنحترم الجميع بغض النظر على التفضيلات الجنسيه او الدينيه ديالو. هذا مبدا لا نقاش فيه. الاحترام هو قيمه تشمل الجميع وتشمل ايضا معتقداتي وقناعاتي الشخصيه، وبالتالي لا اظن انني الشخص المناسب للمشاركه في هذه الحمله. آمل أن يتم احترام قراري كما يرغب الجميع في أن يعامل باحترام. يعني كما انتم كتدافعوا على القضايا ديالكم وكتقيلوا كتهضروا على الحرية الشخصية والاحترام ديال الحريات، فمن الواجب عليكم أنكم تحترموا الحرية ديالي، فأنني ما كندعمش واحد القضية. هذا هو المختصر المفيد اللي قال لهم. وبما ان فرنسا ديما ما كتبغيش تجي فاس وديما كتبغي تخبى من تحت الشعار ديال الحريات والديمقراطيه، فما واجهوش بهذه القضيه نيشان، ولكن التجؤوا للكذوب والبهتان. فشنو داروا؟ واحد الجريدة إلكترونية فرنسية سميتها RMC نشرت أن نائبة فرنسية صرحت لهم باللي هذه واحد جوج الأسابيع قبل عند تتويج فريق تولوز طلبت من بوخلال أنه ينقص من الصوت ديال الصداع بالاحتفال، فهو أرفض وقال لها في بيتي النساء لا تتحدث هكذا مع الرجال، وقالها لها بالفرنسي. من مورا هذا الشيء كثرت الهضره، كثر الصداع، كثر القيل والقال، وصلت للمطالبه بتوقيف بوخلال من انه يلعب. وهذا الشيء اللي طرا الفريق ديالو وقفوا من اللعب وقرروا المعاقبه ديالو. من طبيعه الحال بوخلال نفى هذا الشيء وقال عمره ما كان، وانا كنحترم المراه وما يمكنش نهضر مع بهذه الطريقه. المدرب ديال المنتخب المغربي تا هو دخل الخط ووقف بجانب زكريا بوخلال، فقال لهم انا كنشهد بالاخلاق ديال اللاعب وكنعرفه مزيان وما يمكنش يكون قال هذا الشيء، وانا تواصلت معه شخصيا واكد لي بلي هذا الشيء ما كاين. واصلا زكريا بوخلال ما كيهضرش الفرنسيه. غادي نخلي لكم واحد الفيديو اللي كيظهر فيه ديما مع واحد المترجم ديالو اللي كيترجم ليه فاش كيكونوا الاسئله
بالفرنسية، فكيفاش قدر يقول لهاد السيدة هاد الكلام هذا وهو ما كيهضرش بديك اللغة؟ And for me, it's no problem which position. Donc pas de position favorite, les trois sont possibles avec moi. Vraiment, où l'équipe a besoin d'aide, je suis là. L'important pour moi, c'est de jouer. الصادم في الأمر أن النائبة الفرنسية خرجت بنفسها ونفات الخبر اللي تنشر من طرف الموقع RMC وقالت لهم باللي هادشي ما كاينش، ولكن حيت هما كاذبين الكذبه ومتيقينها فقالوا هاد التصريح ديال النائبه جا غير حيت خافت من صداع. من بعد هادشي كامل عاد الفريق الفرنسي ديال تولوز قرر يفتح تحقيق ويتاكد من هاد الاخبار، وبالتالي قرر انه يجمع ما بين النائبه الفرنسيه واللاعب المغربي زكريا بوخلال. في هذا اللقاء بوخلال والنائبه الفرنسيه اكدوا باللي داكشي ما عمره ما كان، وكاع داكشي اللي تقال غير اشاعات ومن وحي الخيال ديال الموقع الالكتروني. فمنين ما لقاوش منين يشدوه عاد اعلنوا نهايه التحقيق، والفريق ديالو سمح ليه باش انه يرجع للتشكيله ويستأنف التدريب ديالو. انا شخصيا كنتمنى ان بوخلال يرفع دعوه على هذا الموقع الالكتروني باش ما يبقاوش غير اللي قال لهم راسهم ينوضوا يحطوا شي اشاعه ويشوهوا السمعه. وكنتمنى كل التوفيق للاعب والجميع المغاربه فيما كانوا، وتحيه لكم.